من مجلس اداره نادي الزمالك دكتور شيرين فوزي. مساء الانوار يا دكتور. مساء الانوار يا كابتن مدحت. يا رب تكون بخير. ازيك يا باشا؟ ازي حضرتك؟ هل بالفعل قرار مجلس اداره، انتوا خلصتوا جلسه مجلس الاداره من 10 دقائق؟ من 10 دقائق بالظبط كده. القرار الخاص بالجهاز الفني، حضرتك توجيه الشكر للكابتن حسام وتعيين الكابتن شحاته والكابتن حسن شحاته، وعليه طبعا هو ترشيح وتعيين الجهاز المعاون له، هو اللي هيرشح. اي طبعا. يعني اذا الجهاز الفني والاداري لنادي الزمالك بالكامل تم توجيه الشكر ليهم. تمام يا فندم، تمام. ويتولى الكابتن حسن شحاته تشكيل الجهاز الفني والاداري. تمام تمام تمام. في حاجه مهمه ثانيه يا دكتور؟ لا ما فيش، ده جلسه طبعا كل حاجات اداريات. هو القرار ده الوحيد اللي خد وقت، طبعا خد مناقشات من اعضاء المجلس، لكن الحمد لله يعني في الاخر المجلس قرر، يعني بعد مناقشات قرر هذا القرار بالاغلبيه وليس بالاجماع. لا مش طبعا حضرتك ما فيش حاجه، احنا يعني كل حاجه بالاغلبيه والناس كلها متعقله، يعني كل دي وجهات نظر مختلفه يا كابتن ماهر. اكيد. عايز اقول لك يا دكتور امام الملايين، من المؤكد الكابتن حسام ابراهيم عمله مجهود يشكروا عليه تماما، ومن المؤكد ان اختيار المعلم حسن شحاته هو مكسب عظيم لنادي الزمالك ومكسب عظيم للكره الزملكاويه، لما يحظى به كابتن حسن شحاته من حب الملايين من جانب، ومن الجانب الاخر انجازاته العظيمه مع منتخب مصر تضعه في مصاف اعظم مدير فني في تاريخ الكره المصريه. اذا انتم حصلتم على افضل مدير فني في مصر وهو الكابتن حسن شحاته، ومن المؤكد كل الشكر والتقدير للكابتن حسام وجهازه اللي قدموا ايضا للكره الزملكاويه الكثير والكثير، ولكن انتم قد اصبتم عين الحقيقه بتعيينكم الكابتن حسن شحاته. مليون مبروك عليكم كابتن حسن. متشكرين يا كابتن مدحت. شكرا يا دكتور، اشكرك شكرا جزيلا.